هاي أصدقائي، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا اول مرة ادخل على البرنامج ومش عارفة اي حاجة فيه ومش عارفة اي حد في البرنامج، بس اكيد هناخد على بعض واكيد هنتعرف على بعض واكيد هنحب البرنامج سوا. تمام؟ اللي يلعب روح ما يقولش نسوح الساعة ساعة حق هتتطوح واحنا لينا حق. اثبت مكانك. القناة دي قناة إسلامية، عمرنا ما نعرض الحاجات دي. وبعدين دول لابسين حجاب، فكلنا نهدى عشان دي قناة تليق بجميع أفراد الأسرة، فأكيد مش هنعرض الحاجات دي عندنا في القناة. Hey what's up guys, welcome back. رجعت المقدمة بتاعتي القديمة الأوريجينال اللي أنا طبعا ألفتها ومفيش أي حد تاني بيستخدمها. لقيت يوتيوبرز كتير بيستخدموا نفس المقدمة، يعتبر بيقلدوني فيها، فقشطة عادي عشان احنا أساسا أقدم قناة على اليوتيوب وأكبر أسرة على اليوتيوب، فأكيد هيقلدونا، فقشطة ده شيء متوقع اللي في يوتيوبرز تانيين يقلدوا المقدمة بتاعتنا. وعشان تبقى أكبر قناة على اليوتيوب بس اعمل سبسكرايب، احنا قريبين جدا من 100,000، وأول لما نوصل ل 100,000 هنبقى اوفيشيالي هنبقى أول قناة توصل ل 100,000 على اليوتيوب، فاعمل سبسكرايب. الفيديو ده عن كرنج المرتبطين. حد يسألني ما هو الكرنج يا وهبس؟ الكرنج ده اللي هو الألم الداخلي اللي بتحسه أما بتتفرج على موقف هو لما بطنك بتقلب تحس كرنج المرتبطين. بقى ممكن نسويه بالمحن. تتفرج على حاجة بتبقى صعبة، مش صعبة اللي هي ما تيجي نشوف ب ح ب كاف عفاف استظراف. بحبك. ايوه بقى. ايوه. أكيد حد مننا حس وهو بيتفرج على الفيديو، هو ده الكرنج. استظراف. بحبك. نتفرج على الفيديو عادي بنلاقيهم قريبين من بعض فشخ. لو حد بيتكلم حد اكيد مش هيقرب منه نفس القرب بتاعهم. ده مش قرب بتاع كلام، ده قرب بتاع اللي هو القرب اللي قبل البوس واللي هو بيبقى بعديه كده. وهنا طبعا بتعمل لنا الوش المعروف اللي هو بتاع البوز ده، واللي هي المفروض كده كيوت. افتراض الخاطئ اللي كل البنات، مش كل البنات، معظم البنات تقول ان انا لما بعمل البوز ده ببقى كيوت. احب اقول لها لما انت بتعملي البوز ده بيبقى شكلك كده وانت اكيد مش حابه منظرك يكون كده. البوز not good idea, just perfection. لا ما بغيرش. لا بتغيري. ما بغيرش. لا بتغيري. ساعات. لا على طول. على طول. لا ساعات. تحبيني قوي كده؟ لا. انت لو ما عندكش الثقة بتاعت الشخص اللي في الفيديو ده ما اعتقدش انت ليك تشانس اللي انت تعجب اي بنت. ثقة هنا تكمن في بطء الاكسبريشن اللي على وشك. يعني انت ممكن تبربش بربشة بطيئة وبعدين كل الاكسبريشن اللي على وشك يبقى بسلو موشن، وطبعا اخر الاكسبريشن لازم تبتسم ابتسامة بضيئة. لازم تبتسم يعني ازيك كده بتفهم على طول البنت، او يعني بالاستراتيجيه بتاعته ان كده البنت هتموت عليك عشان الواد ده اوه ماي جاد الواد ده عنده ثقه في نفسه رهيبه. هنا لو ركزنا على الاكسبريشن اللي هو بيعمله بوشه، اللي هو بيعمله بسلو موشن، شايفين التكنيك اللي هو بيعمله ده بيدل ان هو مش فاك بوي ولا حاجه. لا هو عنده ثقه في نفسه زايده شويه. انا ما اعرفش ازاي بصراحه اللي انتوا بتسموا ده محن، ده اسمه ثقه بالنفس. يعني هو مز وهي مزة، وعقبال لما يخلفوا ولاد يتفرجوا على الفيديوهات دي ونسل العيله كله يقف، فده شيء كويس جدا. ما اعتقدش ان حد يعلو هذا المستوى من الثقه. في نوع تاني من الفيديوهات بيكون البنت بتحرك شفايفها على فويس اوفر بتاع طفل بيتكلم، بغض النظر بقى ابوه بيعلمه حاجه، هو طفل بيواق، البنت بتحرك شفايفها على كلامه، وده بيجمع بين الكيوتنس بتاعه الطفل والكيوتنس بتاعه البنت، فيعتبر اوفرلود كيوتنس في الفيديو. ابي ادعو له بالخيرات ادعو له وينك فيس. ادعو له، انت فاهم؟ طبعا هي هنا بتمثل دور الطفله اللي ابوها بيعلمها ازاي بتدعي، فبتحاول تورينا موهبتها في التمثيل
مش بتحاول تورينا اي حاجه تانية. انت مش بتبص على الموهبه على طول. لازم نرسبكت ومن. طبعا انا بريسبكت ومن، وعشان كده انا مركز في موهبه التمثيل بتاعتها، وانا شايف ليها مستقبل كبير فشخ وحلو فشخ. اللهم إني أسألك علم. في شخص مريض في الكومنتس كاتب ايه الصدر الجامد ده. هو اللي انا بتكلم عليه، اللي ده مرض. الرجاله مريضه، الرجاله مريضه، ما بتبصش على الموهبه اللي موجوده وهي موهبه التمثيل، لا بيبصوا على حاجات تانية. وده اللي بيدل ان احنا في مجتمع ذكوري مش بيحترم السيدات، تمام، ومش بيرسبكت ومن. طبعا انا برسبكت ومن، انا ببص على طول على الموهبه بتاعه التمثيل، وهي فعلا بتعرف تمثل وليها مستقبل فاخر جدا. بس اوعدك من دلوقتي سكاكنا مش هتتقابل تاني. طريق السلامه يا كبداكي، بس خليك فاكر السكه اللي متداس في اولها على قلب واحده اللي بيمشي فيها لازم قلبه يوجعه في الاخر. ابراهيم أسوأ نوع من الميوزيكلي اللي هو الميوزيكلي الدرامي. حد عمل ميوزيكلي على مثلا حاجه فور فن، ده ماشي، بس تعمل ميوزيكلي على موقف درامي. انت لو عايزه تبقي ممثله اطلعي اعملي الموقف الدرامي بصوتك، مش على ميوزك. حضرتك انا نفسي اخد الدور جدا، جاي امثل دور لمي عز الدين. خلاص ماشي يلا بينا. بس اوعدك من دلوقتي سكاكنا مش هتتقابل تاني. طريق السلامه يا كبداكي، بس خليك فاكر السكه اللي متداس في اولها على قلب واحده اللي بيمشي فيها لازم قلبه يوجعه في الاخر. ابراهيم نعم يا فندم. حضرتك انا ما فهمتش انت عملتي ايه حالا. being confused right now. يعني انا بتوقع ان الافلام بعد كده اما تيجي تتعمل هيسجلوا الصوت كله الاول بممثلين، ويجيبوا بقى ايه اللي هم مشاهير الميوزيكلي يجوا يحركوا شفايفهم على التسجيل بتاع الفيلم. السلام عليكم. كان في بنت ماشيه مع والدها وكانوا بيمروا من فوق جسر عالي، فالاب كان خايف على بنته فقال لها امسكي في ايدي كويس علشان نعدي واوعي تقعي. ردت عليه البنت وقالت له لا يا بابا امسك انت ايدي. استغرب الاب وقال هو في فرق؟ ساعتها كان جواب بنته لو انا مسكت ايدك ممكن افقد توازني وتفلت ايدي، بس لو انت مسكت ايدي مش هتخليها تفلت منك ابدا. هو بيقول اللي هو لو هي مسكت ايديه مش زي ما هو يمسك ايديها. انا ما اعرفش ايه الفرق. الخلاصه ان حلو بجد ان يكون عندك شخص بتثق فيه اكتر من نفسك، ان يكون قدامك شخص تحط حياتك بين ايديه. حلو اللي يبقى عندك شخص تثق فيه اكتر من نفسك. ايه العلاقه بمسكه ان هي تمسك ايديه وهو يمسك ايديها؟ ايه العلاقه في الثقه؟ يعني هما الاثنين بيمسكوا ايدين بعض. انا دلوقتي الايد دي مسكت الايد دي، تمام؟ دلوقتي الايد دي هي اللي مسكتها، تمام؟ الثانيه ما مسكتهاش. يعني انتوا شايفين دلوقتي؟ تبقى مطمن وما تخافش من حاجه. فلو عندك الشخص ده يا ريت تحافظ عليه. انت سندي وانت ظلي، يا ريت تحافظ عليه. تحافظ عليه، يا ريت تحافظ عليه. شايفين الايموجيز يا جماعه؟ ها؟ يا ريت تحافظ. يا ريت تحافظ. هو اختيار الايموجيز. يا صباح الخير. انت ليه عم تبكي؟ لأني بحبك. لك وانا بحبك، بس ليش لا تبكي؟ لأني بخاف تبعد عني. This is so sad. Alexa, play حمو بيكا. حمو بيكا هو الوحيد اللي ممكن ينقذنا من المواقف دي. فكك بقى من المغنيين هم بقى لهم سنين طويله على الساحه، خلاص راحت عليهم. تامر حسني اساسا راحت عليه. عمرو دياب دلوقتي المفروض الناس كلها مخصماه لانه او يعني زعلانه منه لانه عمل وشم زي شادي سرور كده ما عمل وشم، وزي مهاب شادي برضه ما عمل وشم. فالناس ايه؟ فالناس ما بيسمعلوش اغاني عشان الوشم اللي هو عامله. عمرو دياب تخيل ناس زعلانه عشان شادي سرور عامل وشم، مش زعلانه عشان عمرو دياب عامل وشم. فانا ما بسمعش خلاص عمرو دياب عشان هو عامل وشم. محمد منير خلاص راحت عليه، الراجل كبر. هو مطربي المفضل هو حمو بيكا، صاحب الاغنيه اللي حيرت كل الناس كانت بتتكلم على الاغنيه بتاعته والجمله المشهوره
انت لون عودك في خدودك. كل الناس اتحيرت واتضيرت عشان تعرف معنى هذه الجمله. الانترنت كله كان مقلوب عشان يعرف هو يقصد ايه حمو بيكا بانت لون عودك في خدودك، يعني وايه الهدف من الجمله دي وازاي طلعت في دماغه. الدنيا كلها كانت بتسال ازاي لون عودها في خدودها. جريده الوطن نازله مخصوص تتكلم على الموضوع ده. الجمله الاشهر هي اغنيه انت لون عودك في خدودك. حمو بيكا نزل البوست وحسب الموقف خلى كل الناس تهدى. اخواتي وحبايبي، بالنسبه للسؤال اللي مجنن كل الناس، يعني ايه انت لون عودك في خدودك؟ معناها انت لون خدودك من لون جسمك، بس التشبيه كان بالعود. محدش يسال تاني السؤال ده. حمو بيكا بذات نفسه حسمها. جيف ات اب فور حمو بيكا. مساء الخير والسعاده على السكر الزياده. مساء الخير، مين حضرتك استاذ؟ انا حزلقوم. شو؟ حزلقوم. شو؟ على فكره شو كمان، وهكتب عليكي حالا. هو حضرتك تركيا؟ بس حضرتك عايز تكتب على بنت عندها 9 سنين؟ حتى هو نفس الشخص ده اللي عملت الفيديو اللي فات كان عليه. الشخص ده شخص غريب جدا. مش عارف، انا ما دخلت على البروفايل بتاع البنت دي لقيت حاجات غريبه. يعني بغض النظر انا مش عارف حوار بتاع الصغنن ده، تقريبا مسميه نفسها الصغنن، انا ما اعرفش اسمها الصغنن. انا بلاقي الكلمه دي كتير. يعني اي حد بيتصور مع بنت صغيره ولا مع مراته ولا خرا ولا اي حاجه، تمام، بيكتب كلمة الصغنن. ليه بيكتبوا الصغنن؟ يعني أحمد حسن كان متصور مع زينب برضو كاتب الصغنن. يعني إيه الصغنن؟ هو إيه اللي صغنن؟ الصغنن للأبد. 16 سنة 16 سنة 16 إيه اللي سنة؟ أنا كصغنن قصيرة بس على وضعي. أولاً أنا من المهندسين، ده كويس اللي انا عرفت ان انت من المهندسين، ده كان لازم اعرف ان انت مين بالظبط. ثانيا انا عندي 16 سنه، اشك في ذلك، مش عارف ليه مهتم. ثالثا طلعه تانية ثانوي، كويس اللي انا عرفت ده. رابعا انا مسلمه الحمد لله، خلاص قشطه. خامسا انا سنجل. حقيقه انا كنت عايز اعرف جدا. الكوين بتاعت الميوزيكلي عندها 9 سنين واسمها الصغنن. شكرا فشخ لاي حد اتفرج على الفيديو. الجديد في القناه ما ينساش يعمل سبسكرايب ويدوس لايك على الفيديو. اعمل لايك مرتين، هنعمله تاني عشان انت لو عملته مرتين يبقى انت كده عملته ولغيته، فانت اعمله تالت، فاعمله 3 مرات. شكرا لخالد كريم اللي هو عمل النوتيفيكيشن. ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام @وهبس. اشوفكم الفيديو الجاي وانا بشرب كوبايه على الريق. سلام. Listening to all the things you can't hear.